هبدأ بعد رمضان، الجملة اللي بنقولها كل سنة وبنكررها في كل حاجة في حياتنا. هبدأ الدايت بعد رمضان، هبعد عن السوشيال ميديا بعد رمضان، هركز في شغلي بعد رمضان، هبدأ أذاكر بعد رمضان، كل حاجة بعد رمضان. لكن لما يجي بعد رمضان تلاقي نفسك بتقول نفس الكلام، هبدأ بعد العيد، ولما يجي بعد العيد تقول هبدأ من أول الشهر، ولما يجي أول الشهر تقول هبدأ من السنة الجديدة، وبتلاقي نفسك في نفس الدايرة مش عارف تطلع منها. ليه بيحصل ده؟ العقل بيحب الراحة، ولما بتقول هبدأ بعد رمضان بتحس براحة نفسية لأنك قررت، لكن في الحقيقة أنت أجلت مش قررت. علم النفس بيقول إن التسويف ده سببه الأساسي إن عقلك بيخدعك ويقنعك إن المستقبل أحسن، بس لما يجي المستقبل تلاقي نفسك بنفس العقلية ونفس الظروف ومش عارف تبدأ. إزاي تحل المشكلة؟ ابدأ دلوقتي، ابدأ حتى لو ب1% من الحاجة اللي أنت عايزها. اتنين، التغيير بيبدأ من اللحظة دي مش بعدين. قرر تبدأ حتى لو بخطوة صغيرة وهتلاقي نفسك بعد كده بتكمل. ثلاثة، جرب بعد 5 دقايق، أي حاجة بتأجلها لو عملتها لمدة 5 دقايق هتلاقي نفسك بتكملها تلقائيا. حط لايك واشترك في القناة وصل على النافذة في التعليقات، الفيديوهات الجاية هتفرق معاك. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم.